هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم، وهو التشنجات الحرارية عند الأطفال. هنعرف الأول إيه هي التشنجات الحرارية وإيه أسبابها وإزاي نتعامل معاها. التشنجات الحرارية هي تشنجات عصبية بتحصل للأطفال بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبتحصل من سن 3 شهور لسن 5 سنوات. طيب بتحصل ازاي ديت؟ بتحصل لما درجة الحرارة بترتفع او بيحصل دور برد عند الاطفال. بنلاحظ ان الطفل بيتشنج، ان هي ايديه او رجليه بتهتز بصورة كبيرة، او بيحصل انخفاض في درجة الوعي بتاع الطفل، او الطفل بيدروخ، او زي ما بنقول عينيه بتغرق. طيب هنعرف نتعامل معاها ازاي؟ فتابعونا. اولا الطفل بننيمه في وضع الإفاقة. بننيمه في وضع الإفاقة عشان لو رجع مفيش حاجة تسد مجرى الهواء وما يحصلوش التهاب رئوي، فعشان كده بننيمه في وضع الإفاقة. تاني حاجة، لو لافف حاجة أو لافف حاجة حوالين رقبته بنشيلها، ولو في حاجة صلبة حواليه بنشيلها، ولو الطفل نايم في حاجة عالية بننزله على الأرض عشان ما يتخبطش. وهتلاقوا الكلام ده في فيديو سابق قبل كده قلنا ازاي نتعامل مع التشنجات. طيب عملنا الحاجات ديت كلها ونزلنا الطفل على الارض. طيب بنعمل ايه؟ بنبتدي نحسب الوقت من ساعة ما حصل التشنجات الحرارية، عشان غالبا التشنجات الحرارية بتفك وبتعدي بعد او قبل 5 دقايق. طب لو الطفل عدى 5 دقايق في التشنجات الحرارية بنبتدي ننقله للمستشفى. طيب احنا دلوقتي عملنا الخطوات اللي احنا قلنا عليها، والطفل ما عداش ال5 دقايق وفك، فبرضه بنسيبه في وضع الإفاقة لحد ما يبتدي يفوق ويهدى، فغالبا ما بنحتاجش ان احنا نديله حاجة. طيب لو حرارته عالية، هل ممكن اديله في الوقت ده حاجة خافض الحرارة؟ لا طبعا، زي ما قلنا في الاول ان احنا ما بنديش حاجة عن طريق الفم عشان خاطر ما نسدش مجرى الهواء ويحصل مشاكل غير كده. وكمان ما بنحاولش ان احنا نمسك جسمه بصورة كبيرة او نكتفه بصورة جامدة عشان ما يحصلش اي مضاعفات تانية للطفل زي كسور زي اي حاجة. لا، بنسيبه لحد ما بيفك لوحده. طيب لو عدى ال5 دقايق بنبتدي نتحرك بيه على المستشفى. عندنا التشنجات الحرارية للأطفال بتنقسم لنوعين: البسيطة والمعقدة، السيمبل والكومبليكيتد. السيمبل ديت اللي هي قالوا عليها ان هي ما بتعديش الربع ساعة وما بتتكررش غير مرة واحدة في ال24 ساعة. يعني ما تشنجش الصبح وما جاش تشنج العصر وما جاش تشنج اخر النهار وما بتكملش ربع ساعة. فدي غالبا ما بنحتاجش ان احنا نعمل لها فحوصات ولا اشاعات، وغالبا ما بنحتاجش نديها حاجة غير ان احنا بنعالج السبب بتاع التشنجات الحرارية اللي هي ان احنا بننزل الحرارة. طيب الكومبليكيتد او المعقدة ديت بتيجي من ربع ساعة وبتعدي الربع ساعة وبتتكرر اكتر من مرة في ال24 ساعة. يعني الصبح تشنج وبعد الظهر تشنج واخر النهار تشنج. لا، فده بيبقى بيروح المستشفى وغالبا بيتحجز وبياخد ادوية مضادة للتشنجات، وبنبتدي نعمل فحوصات واشاعات عشان خاطر غالبا هيكون السبب مش مجرد تشنجات حرارية. طيب قالوا او احنا كتمريض او عارفين ان احنا اما بيحصل تشنجات حرارية يقول لك شيل الطفل وحطه تحت الحنفية عشان ننزل درجة الحرارة والتشنجات تروح. قد يكون ده صح واحنا بنعمله صح، لكن ما اثبتش علميا او مفيش مصدر علمي مظبوط ان ده الثابت ان احنا يتم عمله. لكن احنا بنعمل كده والحمد لله الدنيا بتبقى جميله، ان احنا بنعالج السبب بتاع التشنجات الحراريه ان احنا بننزل درجه الحراره. وشكرا لكم.